تخيل لو صحيت من النوم الصبح لقيت الأوضة مولعة والسبب الشاحن. تخيل لو حد عزيز عليا، ابني، أمي، أبويا، حصل له حاجة بسبب الإشعاعات اللي بتطلع من التليفون والشاحن. تخيل برضو لو أنت صحيت من النوم وتليفونك فصل، هحتاج الشاحن، مهمة برضو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معكم أخوكم عمر الجوهري، واللي ما يعرفنيش أنا مش صانع محتوى خالص. موضوعنا النهاردة عزيزي وهو عن الشاحن. الشاحن ده حاجة مهمة جدا في حياتنا، تليفوننا مش بيشحن من غير الشاحن. الشاحن عزيزي جت من فترة قريبة، سمعنا عن حادثة، والحادثة دي ربنا يرحم كل الناس اللي كانوا موجودين فيها. كانت أسرة متوسطة الحال وأسرة محترمة جدا، كانوا مقضيين ليلة سعيدة جدا وتعشوا وحطوا تليفوناتهم في الشاحن وناموا، وما عداش عليهم 24 ساعة عزيزي وكان البيت كله متفحم. لما جم عزيزي يحققوا في الموضوع لقوا ان السبب هو شاحن التليفون. عزيزي في انواع كتير للشواحن، زي الشاحن الاوريجينال اللي هو ده، وفي شاحن اقل كواليتي اللي هو ده، وفي شاحن اقل كواليتي اللي هو ده. انا مش بعمل دعايه للناس ولا بعمل دعايه للمنتج ولا بعيب في المنتج. انا كعميل دلوقتي جايب جهاز، جايب آلة، ما استخسرش في الشاحن، لان الفكره كلها مش بيكون في سلك الشاحن ولكن بيكون في الجهاز بتاع مقوي الشاحن. لان الشاحن ده لو هو نوعه رديء جدا فبيكون فيه فولت اعلى من فولت الشاحن، بيسبب ان انت حضرتك لما بتسيبه بيسخن وممكن لا قدر الله تبقى شعله. عارف عزيزي ان الشاحن ده عامل زي قنبله موقوته؟ عارف ده؟ الشاحن ما ينفعش ان احنا ندور على استرخاصه، الحاجه دايما اللي هي بتكون لها علاقه بحياتك انت لازم تحافظ عليها. انا دلوقتي عندي 5 اولاد، هجيب لهم شواحن اوريجينال؟ هات شواحن اوريجينال يا عم. كان الاول ابوك بيصحى من النوم وامك بتصحى من النوم تدخل الاوضه وتقفل المروحه عليك وتشيل الشواحن من الفيشه. انت كراجل البيت لازم تبص على بيتك ولازم تبص على الشواحن وتشيلها، وانت كست بيت عندك اولاد لازم تخافي على اولادك. ربنا يسترها على اولادنا وربنا يسترها عليكم جميعا، واحنا بنحاول ان احنا نوصل لكم رساله صغيره ان احنا نستخدم الحاجه صح، ندور على مميزاتها ونبعد عن عيوبها. ما تنسوش اللايك والشير والاكسبلور، والسلام.